طيب فهد، خلينا نبدا بالاخبار الحلوه. عبد الله الجاسم وكيل اعمالك مغرد اليوم على تويتر انه استلم بنود العقد تبعك مع الاتحاد، صح ام لا؟ صحيح. يعني اتفقوا تقريبا على بنود العقد. وان شاء الله يعني اتوقع باكر راح نادي الاتحاد يرسل يعني العقد كامل، وان شاء الله يعني في ما فهمت يعني شو اليوم ارسلوا لكم جزء من العقد ولا كيف؟ لا اليوم بس اتفقوا على بنود العقد، وبكره راح يكون العرض الرسمي. يرسلون العرض الرسمي لعبد الله الجاسم. وطبعا في مهله ان شاء الله للتفكير، يعني في يمكن اسبوع او 10 ايام. وان شاء الله ان الامور تصير يعني بطريقه صحيحه ان شاء الله. لا معلش، بدنا يعني جمهور الاتحاد عم بيتابعك وعنده خبر مفرح لما بيعرف انك انت بقيان في وحتجدد مع نادي الاتحاد. اعطينا الخبر. ابو كرم، والله لو انت تعرف شيء قول لي. انا للحين الامور كلها بيد عبد الله الجاسم طبعا وكيل اعمالي، وراح هو يدرس الموضوع. وطبعا هو كتب الامور صح طيبه. القرار عندي. الامور طيبه، نعم الامور طيبه، واطمن انا اصلا الجمهور الاتحاد ان الامور طيبه وتمشي على يعني خطه طيبه، لكن الى الان ما في اي شيء رسمي يا ابو كرم، وانا ما احب اتكلم الا لما يكون في شيء رسمي. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، في انديه اخرى حاولت تتقرب منك؟ اي نعم، في اكثر من عرض. من السعوديه؟ في بالسعوديه وفي خارج السعوديه. يعني اللي عم تحكي عنهم في السعوديه 1 2 عروض جديه ولا بس حكي؟ لا في عروض جديه. طيب انت ميولك مشاعرك تجاه شو؟ نحكي يعني انت بالنهايه انت صاحب القرار. صحيح ابو كرم، قلت لك انا احب القرار ما اتخذه يعني مو مجرد سؤال وجواب. القرار لازم يكون قرار مدروس، لان هذا يعني اتوقع يعني هذه حياه ابو كرم، حياتي يمكن الخاصه. انا كل قرار الحمد لله لابد اني استشير ثم استخير، وان شاء الله ان الله يقدرني ان اختار الشيء زين ان شاء الله.